لو عايزة تغيّري جو للأولاد ومش عارفة تروحي فين، وفي نفس الوقت مش عايزة تدفعي كتير، تعالي أقول لِك تروحي فين. أول حاجة خدنا العربية وطلعنا على طول على مدينتي، رُحنا مدينة ملاهي اسمها extreme land. extreme land دي معروفة جدًا، طلعت في إعلان مدينتي. أول حاجة بندخل نروح جايين رايحين على الكاشير، وبعدين نشتري الكارت سعره 15 جنيه، وبعدين نروح جايين شاحنينه. أنا شحنته ب200 جنيه وادّاني 230 جنيه، تقدري تشحنيه ب300 جنيه ويدّيكِ 350 جنيه. أو تشحنيه ب500 جنيه ويدّيكِ 625 أو ب750 ويدّيكِ 1000 جنيه. تقدري كمان تنزّلي الapplication بتاع وفّرها، بيعملوا عليه عروض حلوة جدًا وتقدري تحجزي من عليه. بيدّيكِ كمان الكارت اللي أنتم شايفينه ده. الكارت ده مش بينفع في extreme land بس، لأ ده كمان ينفع في مدينة التلج، وينفع كمان في my town. يا ريت تحتفظي كمان بالكارت ده حتى بعد ما تمشي من مدينة الملاهي. ليه بقى؟ علشان لمّا تروحي المرّة الجاية ما تشتريش الكارت وبيبقى معاكِ الكارت، فخلاص ما بتدفعيش حقّه تاني. وكمان الكارت ده بيبقى فيه بونص كتير. البونص ده فيه من أول 300 بونص يقدر يترجمها لِك ويدّيكِ هدية مكان البونص ده. كل ما الأولاد يلعبوا فيديو جيم فيزوّد البونص. وكل ما تجمّعي بونص أكتر كل ما خدتِ هدايا أكتر. بتبتدي تصرفي البونص ده من أول 300 بونص يبتدي يدّيكِ عليها هدية. زي ما أنتم شايفين كده بنعمل الكارت بالشكل اللي أنتم شايفينه ده في كل لعبة. وبعدين الأولاد يبتدوا إن هم يلعبوا. الكارت ده مش معمول لطفل واحد بس، لأ تقدري تستخدميه لطفلين، 3 على حسب زي ما أنتِ عايزة. هي الألعاب هناك متسعّرة من أول 20 جنيه لحد 40 جنيه أغلى حاجة خالص. الألعاب هناك مبهرة حقيقي، المكان كبير جدًا وواسع. وكمان الألوان مبهرة فيه، والألعاب مميزة جدًا ومش موجودة في أي مكان. أهم حاجة بقى عايزة أنصحِك بيها، يا ريت ما تنجرفيش ورا الأولاد، لإن الأولاد أول ما بيدخلوا المكان حقيقي بيبقى باهرهم بسبب الألوان وإن هم عاملين فعلًا الألوان تشد النظر، والألعاب جذابة جدًا ومش موجودة في أي مكان. فما تنجرفيش وراهم لإنه هيكونوا عايزين يلعبوا كذا لعبة. ف والألعاب في ألعاب متشابهة، فهيخلصوا الكارت بسرعة وهتهدري الكارت، فلازم تكوني مركزة جدًا في إن هم يلعبوا ألعاب مختلفة. تلفي الأول على الألعاب وبعد كده تقرري هم يلعبوا إيه. طبعًا كان في البولينج زي ما أنتم شايفين كده، وأهم حاجة في البولينج دي إن هي كانت 4 أدوار، فعملت الكارت مرة واحدة بس ونفعت لأطفالي الاتنين. زي ما أنتم شايفين كمان مثلًا بيبقى في سباق سيارات، يروح جاي عامل لِك الفيديو جيم على شكل عربية. في مثلًا سباق موتوسيكلات، فيروح جاي عامل لِك الفيديو جيم على شكل موتوسيكل، وتحسي حقيقي إن أنتِ أكنِك راكبة الموتوسيكل وبتسوقي. طبعًا الأولاد انبهروا من كم الألعاب المهول اللي موجود. هي كمان مش فيها فيديو جيمز بس، لأ فيها كمان الصاروخ، وفيها القطر السريع جدًا ده. فيها كمان ألعاب كتير جدًا، حاولت أصور لكم على قد ما أقدر. بس طبعًا أنا ما كمّلتش كمان، في ألعاب أكتر من كده بكتير، وفي ألعاب متشابهة وفي ألعاب مختلفة. زي ما قُلت لكم أهو في الصاروخ وفي القطر السريع جدًا ده، طويل جدًا زي ما أنتم شايفين كده وبيمشي بسرعة جدًا. يعني لو عايزة تروحي تستمتعي أنتِ كمان معاهم، أنا بانصحِك إن أنتِ هتخافي، يعني هتخافي وهتستمتعي جدًا. المكان حلو جدًا وكبير جدًا وراقي جدًا وما دفعتيش كتير. إحنا عملنا باقة ب200 جنيه وادّانا 230 جنيه. أهم نصيحة بقى هانصحها لِك إنِّك أنتِ لمّا أول حاجة تلعبيهم الفيديو جيمز. ليه؟ لإن ال30 جنيه اللي هو مدّيها لِك هدية دي ما بتشتغلش على الفيديو جيمز. بتشتغل على الألعاب التانية غير الفيديو جيمز. فأنتِ أول حاجة يلعبوها الفيديو جيمز. كل ما يلعبوا فيديو جيمز كل ما يدّيهم بونص زي ما قُلت لكم في الأول. في كمان ترامبولين تنفع للكبار والصغيرين. النُص ساعة ب100 جنيه. وكمان في الزحليقة اللي أنتم شايفينها ديّة، دي بتبقى زحليقة كبيرة جدًا وعبارة عن متاهة، وما ينفعش يدخل فيها أطفال أقل من 7 سنين، وبتبقى النُص ساعة ب50 جنيه. طبعًا الكلام ده للطفل الواحد. وكمان في ألعاب تناسب الأطفال الصغيرين جدًا. دي بتبقى ب20 جنيه. سِن 3 سنين، بس هم مش عاملين لهم ألعاب كتيرة، يعني في حدود 3، 4 لعب وهاوريهم لكم في آخر الفيديو. لأ وفي كمان البولينج زي ما أنتم شايفين، وفي كمان سوبر ماركت تقدري تشتري منه الفشار أو غزل البنات أو كمان حلويات أو شوكولاتات موجودة في المكان عشان لو الأولاد شبطوا في أي حاجة فموجودة في المكان ده. في كمان عربيات وفي اللعبة الدوّارة ديّة اللي إحنا طول عمرنا متعودين عليها. في كَم ألعاب هائل جدًا، أنتِ مش هتقدري تخلّصي الألعاب، يعني أنتِ عايزة تشحني ب1000 جنيه عشان تقدري تخلّصي الألعاب.
عايزة أقول لِك بقى تجربتي كمان إن أنا مش زي ما قُلت لكم شحنت ب200 جنيه وادّاني 230 جنيه فخلصوا علشان أنا عندي طفلين والطفلين كبار والطفلين فاهمين، لكن لو طفل عنده مثلًا 7، 8 سنين وطفل عنده 3 سنين، فال3 سنين ده مش هيلعب ألعاب كتير فهتقضّيكِ ال200 جنيه. أنا كمان اضطريت إن أنا أشحن ب50 جنيه، يعني شحنت ب250 جنيه. كان هيبقى معقول أوي لو كنت شحنت ب300 جنيه، يعني قُلت المرّة الجاية هابقى أشحن ب300 جنيه عشان أنا معايا طفلين. طبعًا كل واحد غير التاني. لعبنا كمان الألعاب العربيات الكهربائية وكانت حلوة أوي، وكمان لعبنا الميدالية الدوّارة ديّة اللي إحنا طول عمرنا متعودين عليها، طبعًا الألعاب دي ما بتنفعش لأطفال سِن صغير 3 أو 4 سنين، أقل حاجة 8 سنين، علشان هي بتبقى سريعة جدًا، وكمان بتبقى عالية. لعبوا كمان الأولاد اللعبة ديّة بتبقى 4D بتبقى الشاشة فوق كده، إحنا بنشوف معاهم الفيديو اللي هُم بيشوفوه، وكمان بيبقى عبارة عن فيديو رعب كده أو بيبقى قطر سريع جدًا، وبيبقوا قاعدين على الكرسي ده وبيفضل يتحرك بيهم، الأولاد بيتفاعلوا بيه جدًا، تقريبًا دي أحسن لعبة هناك، الأولاد اتبسطوا منها جدًا، ممتعة جدًا، وبيبقى سعرها 35 جنيه. طبعًا في كمان الألعاب ديّة، اللعبة ديّة كانت في ب35 وفي ب40. اللعبة دي عاملة زي اللعبة بتاعة الفيلم بتاع كاوبوي اللي هو الخطاف ينزل وينقي لِك أي لعبة. طبعًا الألعاب الموجودة دي هي سعرها أغلى بكتير من 30 أو 40 جنيه، بس إحنا بصراحة مش لعبناها. لو أنتِ حابة الأولاد يلعبوها خلّيهم يلعبوها، أنا حسيت يعني إن الأولاد يستمتعوا أو يستفيدوا بألعاب تانية أحسن. في ألعاب كتيرة إنِّك تلعبيها وتدّيكِ البونص زي ما قُلت لكم، أقل حاجة عشان تصرفي البونص 300 بونص علشان يدّيكِ هدية، طبعًا كل ما زوّدتِ البونص كل ما كانت الهدية أكبر. لعبت كمان معاهم العربيات ديّة، هي العربيات ديّة لذيذة بصراحة، بس هي ما بتعملش أي حاجة غير إن زي ما أنتم شايفين كده هي بتقعد تلِف بس كده. أنا كنت فاكرة إن فيها فكرة، لأ طلعت إن هي عادية جدًا ما فيش أي حاجة، إنها بتقعد تلِف كده وبس. ديّة الألعاب للأطفال الصغيرين زي ما قُلت لكم. دي اللعبة بتبقى ب20 جنيه، هي بتقعد تتحرك بيهم، دي مناسبة أوي لسن 3 سنين، علشان طبعًا عاملينها للأطفال الصغيرين علشان ما يزهقوش يعني، علشان المكان ده يعني هو تحسّوا إن هو مخصص للأطفال الكبيرة شوية، يعني من أول 7، 8 سنين كده وأنتِ طالعة. زي ما أنتم شايفين في كمان القطر ده، ده برضه مناسب أوي وcute أوي لسن 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين. في كمان اللعبة الدوّارة ديّة برضه بتبتدي من أول 6 سنين. طبعًا كل لعبة من ديّة بسعر مختلف زي ما قُلت لكم الألعاب بتبتدي من 20 جنيه وأغلى حاجة خالص 40 جنيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حاولت أقول لكم كل حاجة علشان تتجنبوا أخطائي. المكان حلو جدًا ورائع جدًا، وكمان مدينتي مش بعيدة أبدًا، بتدخلي عادي جدًا، وهاحط لكم اللوكيشن تحت مكان مدينة الملاهي ديّة بتاعة Extreme Land عشان لو عايزة تروحي، المكان حلو جدًا وما دفعتيش أكتر من 200 جنيه، فخروجة لذيذة جدًا، لازم كلكم تجربوا وتروحوها، الأولاد هيتبسطوا بيها جدًا. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو مش تنسوا تعملوا لايك وشير كتير للفيديو عشان أكبر كم يستفيد. وتعملوا متابعة للpage بتاعتي لو أنتم بتشوفوني على الفيسبوك، ولو بتشوفوني على اليوتيوب مش تنسوا تشتركوا في القناة، واشوفكم على خير، واشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني، باي باي.